حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير دايما. بصوا النهاردة هنعمل بقى ايه؟ اكلة حرشة. كشري. هنعمل النهاردة كشري، فحبيت ان انا اشارككم معايا الوصفة. هنا انا حاطة معايا حلة دح، هنزل بكمية زيت حلوة كده وفيرة، لان دي هاخد منها كل المقادير بتاعتي. يعني دي هحيق بيها يعمل منها الصلصه وهحط منها المكرونه وهنكمل مع بعض. انا عملت معاكم الكشري قبل كده، بس ايه، قلت اشارككم يومي النهارده، فهستنى لما يسخن الزيت معايا وهنزل. ده بصل انا مقطعاه كده، دي الورد بتاع الكشري، مقطعاه ورش عليه رشه دقيق كده ومقلباه علشان خاطر يديني لون حلو ويديني كمان قرمش. هو انا كده كده بيطلع مني مقرمش، بس الصراحه معلقه الدقيق بتظبط اللون معايا. هبتدي بقى انزل بيه. وافككه كده من بعضه علشان خاطر كله ياخد لون واحد وتحميره واحده. النهارده ان شاء الله بقى هاكلكم كشري كانك قاعده في محل كشري. هنفضل بقى نقلب فيه علشان خاطر كله ياخد لون واحد وكمان يديني القرمشه بتاعه البصلات. بصوا انا كل حاجه جاهزه عندي، يعني انا كل حاجه جاهزه عندي. يعني العدس انا لما بجيب عدس مثلا بتبقى كميه وانا ما بحتاجهاش كلها، فبعمل ايه؟ بروح منقعاها قد ساعتين كده، وبعدين اغليها غلوتين 3 على النار علشان خاطر لسه طبعا يعني واشيلهم في اكياس واروح حطاهم في الفريزر. وقت ما بحتاج زي دلوقتي كده بروح مطلعه الكميه اللي انا عايزاها واروح ايه شطفاها واروح حطاها في الحاجه. الحمص عندي بنفس الطريقه، وعندي كمان العدس بنفس الطريقه، فانا بالتالي الكشري ما بياخدش معايا وقت. كمان البقوليات بعمل فيها كده، فده بيسهل عليا، يعني ده بيسهل عليا. ولو انت سبتي الحاجه وعملتيها في وقتها طبعا الحاجات دي بتسوس، ملهاش عمر، ملهاش روح. فعشان انت ما تخسريش حاجتك فانا بعمل كده. يعني انا هتلاقوا عندي الحمص معمول وعندي العدس معمول، ف الحاجه اما باجي اعملها ما بتاخدش معايا وقت. وكمان كنت مصلصله قوطه، فالحمد لله يعني كل حاجه متوفره بامر الله، وان شاء الله مش هتاخد مننا وقت ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده بفضل اقلب فيه في التقليبه دي، بتدي كله بياخد نفس اللون، وغير كده كمان بتبقى مقرمش اهو. هنا ابتدى هو يخش في اللون. في المرحله دي ايدي بقى ما تسيبوش، يعني في الوقت ده ايدي ما تسيبوش، واكون محضره طبق وعليه مناديل علشان اطلعه عليه. افضل اقلب 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 لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه، وبعدين اطلعه. بصوا انا طلعت اهو، بصوا لونه، بصوا هو طبعا لسه سخن، طبعا سامعين صوت القرمشه اهو، بس هو طبعا لسه ما بردش. اول ما يبرد هتحس بقى بالقرمشه فيه. في نفس الزيت انا معايا عيش شامي اهو، عيش شامي مقطعاه كده مربعات صغيره، هفضل برضو اقلب فيه علشان خاطر ما ياخدش معايا لون، واكون محضره حاجه اطلع عليها لان هو ما بياخدش سوا. بصوا ما بياخدش لون، واول ما بيطلع برش عليه ملح وكمون عشان يبقى محتحق معايا. زي ما قلت لك هخليكي كانك قاعده عند ابو طارق.
بصوا هو ده اللون ده كده كويس جدا. واصفيه كويس من الزيت. هعمل بقى كل الكميه اللي معايا. بصوا انا حطيت عليه كمون وملح، وهقلبه كله في قلب بعضه كده علشان خاطر يبقى كله واخد نفس التمليح، وهركنه بقى لما اخلص بقيه الحاجه. هنا انا هعمل دلوقتي الصلصه بتاعه الكشري. هعمل الصلصه اللي هي المقوطه، الصلصه الحمراء. وهنا انا بسلق مكرونه، مش هحط اكتر من معلقه ملح عشان حياء المكرونه، عشان المكرونه معايا تتحيق. هحط معلقه ملح كده كبيره هنا اهو. وهنا هستنى لما الزيت بتاعي يقدح، هنزل كده بحبه توم حلوين كده. طبعا انا صفيت الزيت طبعا من الشوائب اللي نزلت من البصل والعيش اهو. هنا هنزل بملح عشان خاطر التومه تبقى متحيقه معايا. وهنزل كمان بالكزبره. ونزلت هنا بالطماطم اهي، طبعا مجمده زي ما قلت لكم انا مصلصلاها. هركنها بقى على جنب لحد ما تسيح. هنا انا معايا ميه، وخدت جزء كده من الصلصه اللي انا الطماطم اللي انا مصلصلاها، حته كده بس عشان ايه اعمل حمص الشام. حمص الشام معايا اهو، طلعته من الفريزر، هشطفه بس شطفه وانزل بيه على الميه اهو. كل اللي هحطه له ملح وكمون فقط لا غير. هياخد غلوتين على النار وهقفل عليه لان هو كده كده مستوي، بس الميه والقوطه كمان متسبكه، بس هو هياخد غلوتين كده مع بعض. هنا انا هعمل بقى الرز. طبعا دي كميه من الزيت اللي احنا حمرنا فيها البصل. هنزل هنا بحبه شعريه، طبعا احنا عارفين تحمير الشعريه. احنا يعتبر الكشري كده خلاص خلص معانا، يعني يا دوبك المكرونه بس هتتسلق وخلاص كده. كده لون الشعريه مظبوط معايا، انا ما بحبهاش غامقه. انا لو الرز شعريته غامقه انا ما باكلوش. هبتدي بقى انزل بالرز بتاعي. طبعا انا مش عامله كميه، انا عامله بس يعني يا دوبك على قد اليوم. تمام. وهقلب. بصوا لون الشعريه جميل ازاي مع الرز، لو غامقه ما بتتاكلش. العدس كمان اهو غسلته، انا مخرجاه من الفريزر. هنشوحهم بقى كلهم كده مع بعض. عشان يبقى معايا مفلفل لازم تحمصيه التحميصه دي. انا هنا مش هنزل باكتر من الملح، ملح وكمون. ليه بنحط الكمون في كل حاجه كده في الكشري؟ طبعا عشان هو فيه بقول وهو كده كده بينفخ البط، فاحتياطي يعني.
لو انت بقى حابه تحطي بهارات تاني براحتك، بس هو الكشري ما بياخدش اكتر من الملح والكمون. هنزل هنا بالميه بتاعه عقد الرز اهو. مش بتزودي للشعريه حاجه ولا العدس حاجه، بالعكس ده العدس كمان هينزل ميه لان هو كان متفرزن، بس هو عايز شويه ميه تاني اهو. هوطي بقى، هوطي عليه لما يشرب ميته، لكن دلوقتي هغطيه واسيبه بقى مع نفسه لحد ما يكمل سواه. بس لازم لو اول ما يشرب ميته لازم توطي عليه النار علشان ما يتحرقش. هنا المكرونه خلاص الميه بتاعتها خلاص اهي هتبتدي تبقبق. بصوا انا عود المكرونه بقطعه على 5 عشان لما تيجي تاكليه بالمعلقه يبقى سهل، ما يبقاش رخم ويضايقك. انا هنا واخده نص الكيس بتاع اللي هو المكرونه، هنزل بيه هنا وهستنى ياخد غلوه، لان المكرونه دي بتاخد سوا عن التانية اللي هي الصغيره المرمريه، فانا هستنى بس ان هي تاخد غلوه واحده بس، وهنزل بالتاني. لو انت عامله تشكيله مكرونه ممكن تنزلي بيها كلها مع بعض. المكرونه الاسباجيتي اول ما تنزلي بيها ما تسيبهاش كده في الميه، لان هتمسك في بعضها وهتبقى مكلكعه، لازم تقلبيها لحد ما تغلي. واول ما تغلي غلوتين كده او غلوه هنزل بالنوع التاني اللي انا هعمل بيه. انا مش هعمل زي تشكيله، لا انا هعمل زي بتاع المحلات بالظبط اللي هو المرمريه والاسباجيتي. تمام. في المرحله دي تقدري توطي يا ست الكل علشان ما تسيبوش ينشف خالص ويتحمص، ياخد تحميصه من تحت كده. نقدر نوطي لان هو خلاص، بس هي حاجات بسيطه قوي اهو. هنسيبه بقى يستوي، ما تفتحيش بقى عليه تاني. الصلصه هنا اهي رشت لها رشه سكر، وهنزل بايه البهارات بتاعتي. هنزل بمعلقه بابريكا، معلقه كمون او نص معلقه كمون، عشان انا ما حطيتلهاش، انا حطيت لها كزبره بس. رشه 7 بهارات رشه، عشان انا اللي عندي ما بيحبوش البهارات، فانا ايه بحاول بس كده يعني ده هو ايه يعني طعم. بس هي كده خلاص هتاخد بس غلوه، والصلصه دي تسيح، الطماطم دي تسيح، تاخد غلوه بعديها وخلاص. وهنا انا معايا اهو الحمص اهو، هياخد غلوتين بس على النار، هو ابتدى يغلى اهو، هياخد بس غلوتين على النار وبعدين اطفي عليه. يبقى كده اكلي كله جاهز. هنا هبتدي انزل بالنوع التاني من المكرونه دي المرمريه. هسيبهم بقى الاتنين يستووا مع بعض. تعالوا نعمل شويه دقه يعني ليمون، عصير ليمونتين. حاولوا تشيلوا البذر ده. انا حاطه هنا فصين ثوم وحطيت عصير ليمونتين، وهنزل بربع كوبايه خل. دقه يعني خل وليمون، هي معروفه دقه خل وليمون. هنزل بالملح بتاعي، والكمون. طبعا انتوا زهقتوا مني النهارده في حكايه الكمون، بس هي دي اساسها، يعني هعمل ايه. وننزل كمان بشويه شطه، شويه شطه صغيرين بس. انا عملت اللي هي على النار دي، ما عجبتنيش خالص خالص. وهنزل
بميه، ازودها بميه كده. اصبحت معايا الدقه جاهزه اهي. ممكن بقى تدوقيها وتعرفي اذا كانت محتاجه ملح، محتاجه اي حاجه. هي عباره عن توم وليمون وخل، ملح وكمون وفلفل، لا شطه. توم توم وليمون وخل وشطه وكمون، مش عارفه هي كده. اهي هنقلبها كده وكده بقت جاهزه معايا. بصوا المكرونه تعرفوها استوت ازاي؟ لما تمسكي كده وتدوسي تتقسم معاكي بسهوله، تبقى كده المكرونه معايا استوت زي ما احنا شايفين كده. المكرونه مش لازقه ببعضها ولا اي حاجه. ليه؟ عشان حطيت دي لوحدها، خدت يا دوبك مفيش غلوه، مفيش غلوه. والتانيه نزلت بيها على طول كده. انا هصفيها واشطفها وهحط عليها زيت من اللي انا كنت شايلاه من البصل، اللي هو انا كنت محمره في البصل بس. وهقلب فيها المكرونه وخلاص. يعني هو هصفيها واشطفها عشان توقف سواها، وكمان عشان تبقى مش لازقه ببعضيها، لان زي ما احنا عارفين ان المكرونه فيها نشا او دقيق، هي معموله من الدقيق، فلازم تشطفيها بعد ما بتتسلق. وكمان هنزل بمعلقتين زيت من اللي هم انا محمره فيهم البصل اللي عملته في اول الفيديو كده. بس خلاص هي كده المكرونه خلصت معايا. بصوا الرز مفلفل معايا ازاي، بصوا هو كده استوى خلاص وانا طفيت عليه. بس انا حبيت اوريهولكوا بعد السوا. مكرونه اهي، حطيت عليها رشه الزيت زي ما قلت عشان تبقى مفلفله في قلب بعضها وما تبقاش ماسكه، لما تيجي تغرفيها تبقى سهله. وهنا الصلصه اهي والحمص اهو. انا كده اكلي خلاص طفيت عليه. بس احنا الشطه بنحب نعملها اللي هي صلصه وعليها شطه، ما بنحبش الزيت لانها بتبقى حاميه قوي. تعالوا بقى نعمل الشطه اللي احنا متعودين عليها. هنحط كبشه من الصلصه وهنزل كمان بمعلقه شطه وهقلبهم مع بعض. دي الشطه اللي احنا بنحب ناكلها. كده خلصت معانا الشطه. هنقلبها كويس بس عشان الشطه ما تكلكعش فيها، وهسيبها واركنها بقى على جنب. تعالوا بقى نعمل ايه. هنغرف مع بعض طبق الكشري. هو طريقته سهله وبسيطه. هنزل بكبشه من الرز في الاول، وبعدين انزل بالمكرونه اسويه كده واظبطه عشان العين بتاكل قبل البق. هنزل بالكبشه بتاعتي كده من الرز او خليط الرز. بعد كده هنزل بالمكرونه. طريقته سهله وبسيطه ومن ضمن الاكلات بتاعت اخر الشهر. وفي نفس الوقت ساعات الواحد بيحب مثلا يحرش بطنه شويه، فبيعمل اي حاجه ايه من الاكلات الشعبيه بتاعتنا الجميله دي. وكده نزلنا بالمكرونه وهنزل بالورد بتاعي اللي هو البصل. انا ما بحطش الصلصه، بسيب الصلصه احطها على الغدا. بيحطوها هما بقى براحتهم بطريقتهم. في ناس بتحبها كتيره، في ناس بتحبها قليله، فانا بسيبها للذوق لحسب الذوق بتاعهم يعني وكده. وبكده طبق الكشري بتاعنا جاهز. وده اكلتنا النهارده سهله وبسيطه اهي زي ما احنا شايفين، جميله. دي الصلصه على جنب، وطبق كوبايه الحمص الشام والشطه بتاعتنا والدقه والعيش بتاعنا المقرمش، اوعوا تنسوه. كان يوم سهل وبسيط. وطبعا حبيت بقى ايه اصلحهم بحبه حاجه حلوه بقى. فعملت لهم باستا فلورا، بس انا صورتها باستا فلورا كذا مره. عملتها لهم مع الشاي. قلت طبعا مش هيبقى يوم كشري وعمل لهمش حاجه حلوه، لا اضطريت كمان اعمل لهم حاجه حلوه علشان يحلوا بيها جنب الشاي. الفراوله دي المربى اللي انا عامله بيها الباستا فلورا دي فراوله مربى ايه فراوله مربى فراوله انا اللي عاملاها. وعلى فكره الفراوله دي كانت في الفريزر وانا عملتها مربى، يعني تنفع بالفراوله المتفرزنه، بس بتبقى غامقه شويه. وعملنا كمان كوبايتين شاي بالنعناع، وكان يوم زي العسل وكان يوم جميل. وصفة الكشري سهلة وبسيطة، ياريت تجربوها. ويوم من ضمن ايام الشهر. طبعا الواحد بيبقى محتار يعمل ايه ولا يسوي ايه، كل يوم حيرة الاكل. فهي طريقة سهلة وبسيطة اهي. وزي ما فهمتكم لو انتم فرزنين الحاجة في الفريزر بتسهل عليكم كتير. طبعا انا عملت الشاي بالنعناع، بحط النعناع اخضر ما بغلوهوش مع المية علشان طعمه ما يروحش ولا فوائده. وبنسيبه يخرج كده مع الشاي شوية، وبعدين ببقى
اشيله. يعني انا بصوا بقلبه كده مع الشاي، وبعدين بعد كده بنطلعه. ده كان يوم سهل وبسيط، ويا ريت تجربوه. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ويا ريت التعليق اللي بيفرح قلبي. آه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كان يوم سهل وبسيط من ايام ام وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.